السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. من قدام باب 10 في اسكندرية، شارع النصر. هتقول يا عم ايه اللي جابك هنا عند المينا؟ انت تعمل في المينا؟ امبارح كان السفينة اميريجو فيسبوتشي وصلت مينا اسكندرية، وعاملة ايفنت للناس تحضر يوم 14 و15 و16. ان شاء الله بقى سايب لكم اللينك بتاع الايفنت تحت في التعليقات او في الوصف ان شاء الله. وبعت له واخر الفيديو كمان حطيت لكم طريقه الحجز في السفينه اميريكو فيسبوتشي، ازاي تحجز فيها وازاي وايه المطلوب منك بالظبط علشان تقدر تحضر الايفنت بتاع السفينه دي. السفينه وصلت يوم 14، هتقعد 3 ايام، 14 و15 و16. انا النهارده ان شاء الله اخر يوم، ممكن تحجز بكره من 10 الصبح لحد الساعه 5. انت بص يا جماعه، اقول لكم برضه باختصار، بتخش على الموقع وبتحجز، بتحط اسمك والايميل بتاعك ورقم البطاقه، وبس بيبعت لك باركود. تيجي هنا في عند باب 10، هتوريهم بس الباركود واسمه وصورة البطاقة والبطاقة. هتخش جوه هنا اهوت، هننتظر الباصات، وأول الصول أو المسؤول لنا تمام بنركب الباصات على طول. بيسلمنا البطاقة وبيسلمنا صورة البطاقة، بنتفضل يا فندم اركب الباص وروح على السفينة. دلوقتي احنا في انتظار السماح بالدخول او السماح بركوب الباصات. طب احنا قاعدين كده كلنا كده جدا تمام يا جماعه كده، اهو الصول بيقول لنا تمام، يلا يا جماعه اركبوا، او العسكري او المسؤول يعني بيسلمنا بطاقتنا او بيسلمنا صوت البطاقه. ركبنا الباص، في باصات وفي اتوبيسات حسب العدد يعني، وما يتملى واحد بياخد اللي وراه على طول. هتبقى طالعين ايه ان شاء الله على السفينه وسيبوتشي كده يا جماعه. وصلنا ايه عند السفينه، جميله جدا الصراحه يا جماعه. دي ده هنطلع بقى ايه، بيدخلوا كده 15 تقريبا، مش عارف بالظبط، 13. هنا بتطلع هي تقريبا ايه بقى، مفيش ميعاد يعني لاي حد حاجز وراح خلاص يعني. هم بيبصوا على الميعاد الصراحه، ما حدش يبص على الميعاد امتى ميعادك الساعه كام، انما كله دخل يعني. وقت ما بتروح بتخش حاجز 10 حاجز 11 حاجز 12، فمش مشكله الميعاد يعني. طبعا كله بقى جاي يصور. السفينه دي يا جماعه سميت السفينه على اسم المستكشف الايطالي اميرجو فيسبوتشي، ساهم في اكتشاف القاره الامريكيه، وسميت السفينه باسمه تكريما ليه. السفينه دي بقى سفينه تدريب، تم ابنائها سنه 1930 في احواض السفن الملكيه في كاستيلا ماري دي ستيبيا، بالقرب من نابولو بايطاليا. ودشنت يعني اشتغلت في البحر سنه 1931. السفينه دي مصممه هتكون سفينه تدريب لضباط البحريه الايطاليه. هي مستوحاه من تصميم السفن الشراعيه الحربيه في القرن التاسع عشر. تصميمها بصوا يا جماعه، تصميم كلاسيكي انيق كده. بصوا دوت ضابط او بحار ايطالي، ودي اسم السفينه اهوت على العوامه دي، او اسمها ايه طول الناجي دوت اميرجو فيسبوتشي. الناس طالعين طبعا باحترام بالدور، كل واحد بدوره، ما حدش بيزاحم ولا حد بيعمل. والسفينه بقى شكلها جميل جدا يا جماعه. بيستخدم بقى سفينة الأشرعة كبيرة، ما فيهاش مواتير يعني. هي كل تصميمها معتمد
على الأشرعة والرياح. الخشب اللي فيها خشب غالي جدا، فخم كده يعني. في الديكور الداخلي بتاعها بيعتمد على الأناقة والفخامة. بيقولك استخدموا خشب منحوت وزجاج ملون في الغرف جوه. وبتعتبر سفينة هي تدريب أو مدرسة بحرية متنقلة بيتدرب فيها طلبة الكلية البحرية الإيطالية على كل المهارات. السفينة دي يا جماعة بتلف العالم كله، يعني بتخش تقريبا كل موانئ العالم. سفينة عبارة عن بتمثل إيطاليا في كل سفيرة النوايا الحسنة في إيطاليا لكل أنحاء العالم يعني. بتساهم في تعزيز الثقافات والعلاقات الدبلوماسية والثقافية. تصميمها كلاسيكي زي ما قلنا. سميت السفينة على اسم المستكشف الإيطالي أميرجو فيسبوتشي اللي ساهم في اكتشاف القارة الأمريكية، وتم تسمية السفينة تكريما ليه يعني. بصوا الخشب اللي بتاعها يا جماعة حاجة رائعة الصراحة، تصميم رائع جدا. الضباط أو البحارة الإيطاليين الصراحة ناس محترمين جدا. دي بقى اسمها الأدوات اللي فيها طبعا في اسمها طبعا الغرف ودي كابينة القيادة اسمها القمرة تقريبا. هنبص كده عليها من جوه غرفة القيادة ديت. الناس كلها بتصور طبعا، فانت عشان تصور انت تاخد دورك بالتصوير طبعا. كله داخل يصور، بس طبعا مقفول محدش بيخش فيها، حاطين حبل يعني بنصور من بره كده. بصوا ديت الدفة والسونارات والبوصلات والحاجات اللي هي بتاعت البحر ديت. هو يا جماعة بدأ التفكير في إنشاء السفينة ديت 1925. كان في واحدة اسمها ريديا ماريتا كانت عايزة تصمم سفينتين تدريب. الملازم أول فرانشيسكو روتاندي مزاح الهندسة البحرية الإيطالية أمرته هو بإنشاء السفينة ديت. بنيت السفينة في 1930 في حوض بناء السفن البحري في نابولي. وتم تدشينها أو إطلاقها في البحر في 22 فبراير 1931 ودخلت الخدمة في يوليو 1930. السفينة دي عبارة عن هيكل فولاذي ثلاثي الصواري كامل التجهيز، طوله 82 متر تقريبا، طوله الإجمالي 101 متر بما فيها القوس اللي قدام دوت، وعرضها حوالي 15 متر ونص متر. السواري بتاعتها الفولاذية ديت الثلاثة في ساري 50 متر وساري 54 متر وساري 43 متر. الأشرعة بتاعتها مساحتها 2824 متر مربع. الأميرجو فيسبوتشي فيها 26 شراع مربعة من قماش التقليدي. ممكن بيقول لك بتوصل سرعتها في الرياح الحلوة أو قاسية 12 عقدة يعني 22 كيلو متر. بيستخدموا فيها حبال الكونب. بيقول لك الهيكل المطلي باللون الأسود مع خطين بيض. أميرجو فيسبوتشي يا جماعة الطقم بتاعها 16 ضابط و70 ضابط صف و190 بحار. يعني بيبلغ إجمالي الأفراد الطاقم كله 450 فرد بالقبطان والضباط
وضباط الصف والبحارة والناس كلها. 1964 زودوها باتنين محرك ديزل، علشان برضو ايه تساعدها في حالة ان الرياح مش قوية يعني. وفي تحديث بقى حصل في 2013 و 2016 بيجهز برضو مولدات تانية برضو اسطوانات واشواط. صراحة يا جماعة يعني سفينة خلابة كده، عبارة عن تحفة فنية يعني. الواحد ما بيزهقش من الفرجة عليها. بيصور ويرجع يصور تاني الحاجات اللي فيها. جميلة جدا الصراحة. مش الصور بتاعتها 50 متر لحد 54 متر. حتى خشب الصور ديت خشب من أفخم أنواع الأخشاب، والحبال بتاعتها برضو أكيد من أنواع ألياف معينة يعني، مش أي حبال. فيها غرف للنوم، وفيها مطابخ، وفيها الكافيتريات، وفيها مختل ترفيه. فيها كل برضه في مراكب إنقاذ. أنا شايف 4 مراكب إنقاذ كده ورا. بص المراكب اللي ورا دي هنا في 2، وفي الناحية 2، الناحية التانية 2. كابينة القيادة هي برضه زودوها بمكن ديزل برضه، عشان ايه في حالة ان الرياح مش جامدة برضه بحيث ايه متقفش يعني. هي فيها أشرعة وفيها مكن ديزل، الاتنين بيشتغلوا مع بعض، أو ده بيشتغل لوحده وده بيشتغل لوحده يعني أكيد الاتنين مش هيشتغلوا مع بعض يعني. هنا يا جماعة زي ما قلنا دخلنا من باب 10، ركبنا العربيات وصلنا المركب دي. صراحة الناس مستمتعة جدا بالرحلة. حاجة صراحة رائعة الصراحة. السفينة يا جماعة لفت تقريبا كل العالم. معظم البلاد راحتها يعني. هتروح 14 مدينة في البحر المتوسط، تريستي والبندقية وألبانيا ومالطا وباليمير ونابلي وكاليباري كده جدا كده، ودبي والامارات. طبعا مش في البحر المتوسط دول. بص دي مراكب الانقاذ طبعا صغيره، او مراكب الانقاذ صح. هي كبيره مش صغيره برضه، بحيث ايه تساعد لو حصل اي خطر. تقريبا في 4 مراكب انقاذ تقريبا كده. شفت 2 هنا و2 الناحيه التانيه. بينزلوا بأوناش بقى، وبينزلوا ازاي بأوناش برضه في دور تاني تحت، 2 يمين و2 شمال. ده كنا فوق دلوقتي هننزل كنا الدور اللي تحت. شوف ايه برضه. بصوا البحارة صراحة كلهم مبتسمين الصراحة. دول كده شكلهم الأعمال الإدارية. البحارة الإيطاليين ده كده شكله الوطئية دوت كاب ده ضابط الصف، أو ضابط عادي يعني. الراجل أبو شكله شكله القبطان أبو شيح دوت. في مركب تاني يا جماعة، في مركب الجوز تاني تحت دوت كمان كده. بقى السلم خلصنا الجولة، هننزل بقى ايه على تحت الرصيف اللي هو أسعار المركب. هناخد الباصات تاني ونرجع تاني ايه على باب 10 ونروح بقى ان شاء الله. في برضه الباصات اللي جابتنا واقفة برضه هنا اهوت عند الباب اهيت. اوعى يا عم، اوعى.
طبعا احنا ممنوع نروح شمال او يمين، عشان طبعا دي مينا، طبعا احنا لنا حدود بنمشي فيها، مش في اي حاجه بنصورها ومش في اي حته بنمشي يعني. يعني في مسار معين احنا رايحين وجايين فيه. بصوا يا جماعه، دي بقى طريقه التسجيل. هنخش على الموقع دوت اللي هو برضه استمكوا في سفينه اميرجو في سبيتشي. منزله كده موقع ايفنت. استمتع بفرصه فريده لرؤيه اجمل سفينه في العالم. اصعد على السفينه وخذ صور تذكاريه لتتم زياره سفينه سبيتشي بصحبه مرشد. يعني مش مرشد، انت مع نفسك، اتفرج مع نفسك. لو عايز تسال اي حاجه اسال يعني. تاخد كده طبعا احذيه مريحه. ما فيش بقى صندل ولا شبشب طبعا. ما فيش كعب عالي. هتخش على الموقع، هتختار اليوم وهتكتب الساعة دي امتى والساعة وبيانات الشخصية بتاعتك. لازم تكون هناك قبل ربع ساعة من الميعاد بتاعك. لو حصل أي حاجة في الجو ما يبلغوك، لو الجو وحش يعني أو حصل أي عذر أو ما يبلغك اللي تم الاعتذار. هتحدد اليوم والوقت، مثلا التاريخ 14 5 16. الوقت برضه المتاح، الأماكن المتاحة. بص 14 15 16 دي دي التواريخ المتاحة في الايفنت. الوقت 10 و10 ونص و11 11 ونص و4 و4 ونص. الأماكن المتاحة هنا 0، خلاص مفيش أماكن اليوم دوت. عايز مثلا واحد انت عندك من 1 لأربع مرافقين معاك. تكتب اسمك واسم العيلة. تمام، كتبت اسمك واسم العيلة، الايميل بتاعك وتأكيد الايميل. هتحط بالباسبور او بالبطاقة زي ما انت عايز. هتحط رقم الباسبور ورقم البطاقة. هتحط تاريخ ميلادك. اي مفروض عايز تقولها يقولها لهم بقى. ده لو عايز تضيف واحد تاني معاك او 2 أو 3. احجز الان. تحجز كده هيطلع لك باركود. كده على الايميل بتاعك باركود يقول لك يا جماعه، يا ابراهيم، يا محمد، يا علي، يا ثانيه، يا دولة، يا اي حد، تم تاكيدك، ويبعت لك باركود تحتفظ بيه في الميل بتاعك عشان تقول لهم وانت داخل. شكرا يا جماعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.